السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يا حلوين. النهاردة أنا بقى جاية من عند ماما ومش عارفة أعمل إيه، عايزة حاجة سريعة عشان ما فاضلش إلا نص ساعة ونتغدى. طلعت معايا رز بسمتي، دي كوباية رز بسمتي. معايا التوابل بتاعتها ولوري، عود قرفة، توابل الكبسة، زعفران، حبهان بودر ما عنديش حبهان صحيح، لوم اللي هي النشف، والملح بحطه بعد كده عشان أنا بحط شوربة وحسب. عايزه ملح زياده بحط، مش عايزه الشوربه بتقضي الغرض. الكوبايه البسمتي دي بتاخد كوبايتين ميه، انا بحط كوبايه ونص او كوبايه تلات ارباع حسب الرز اللي عندكم. ما تجازفوش وتحطوا كوبايتين على كوبايه، جربوا الاول في كوبايه ونص. يلا بينا. وادي الحله على النار وزي ما متعودين حاطين زيت. نحط بقى اسمه اسمه الحبهان، اسمه القرفه واللوني، الحبهان. نطلع الريحه اللي فيه. نحط بقى التوابل بتاعتنا كلها. شيلوا الريحه اصلا من قبل ما تعملوا حاجه. بصوا الجمال. طبعا نجيب بقى الرز بتاعنا. في اسرع من كده؟ الريحه واو من قبل ما نعمل اي حاجه. هنشوح كده قلبت انا كل التوابل. الريحه بقى لو انتوا جنب الحله معايا هتعرفوا انا عملت كده ليه. حطيت الاول التوابل مع الزبده عشان نشوح. خلاص كده اتشوحت، بصوا وسخنت خلاص. خدت كل التوابل. انا ما حطيتش ملح زي ما قلت لكم. نحط بقى كوبايه ونص الشوربه. ايوه لازم تعمل كده ونشوف. والله احتاجت اكتر من كده هتحط، ما احتاجتش، هي كده كويسه. بس نقفل عليه يغلي، نوطي عليه يتشرب، مفيش اكتر من كده. يلا بينا. اهو كده غلي. بصوا كمان اهو خلاص. شويه نوطي عليه الميه النار. وما كانش محتاج ملح عشان انا اصلا عاملاه بشوربه. عندكم مرق الدجاج ممكن تحطوه على شويه ميه سخنين، ما عندكمش ميه سخنين وتظبطوا الملح معاه. هعمل بقى في اكله المستعجلين دي. عندي كمان قطعتين، كام قطعه ستريبس جاهزين برضه، وشويه بطاطس مقليه وعليهم شويه توابل. ويلا بينا. كده انا خلصت الرز البسمتي. انا حبيت بس اقول لكم طريقه الرز البسمتي، حاجه بسيطه خفيفه. تعملوا بقى كفته، تعملوا ستريبس. بصوا الجمال. بصوا كل رزايه مخاصمه بعضها. بصوا ولا لازق في الحله ولا اي حاجه. ده بقى ممكن تعملي المشويات، فراخ مشويه، كفته. عجبكم الوصفه؟ يا ريت ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه. وكفايه انتوا متابعيني. السلام عليكم.